مصطفى، شو هو أكتر ديل كان صعب وتشالنج بالنسبة لك؟ بصراحة أنا أي ديل بدخله بيكون تشالنج بالنسبة لي، يعني الديل اللي بيكون مع العميل اللي بيشتري يونت صغيرة ب 500 600 700 ألف بهتم بيه زيه بالظبط الديل اللي بيكون ب 20 30 40 مليون. إنما كان في ديل ده اللي كان تشالنج بالنسبة لي، وبجد بعدها فرحت جدا وحسيت إن أنا بقيت جزء من دبي الجميلة، وحسيت إن أنا بجد أنتمي للمكان ده. شوقتني أعرف، ممكن أعرف شو هو الديل؟ الديل هو كان أول يونت قفلتها في برج خليفة. اليونت دي بالنسبة لي كان بقالي فترة كبيرة، نفسي أقفل أي يونت في برج خليفة. وبعدها يعني حاولت كذا مرة وما كانش ربنا بيوفقني. بس كانت المرة دي بقى ربنا الحمد لله وفقني إن أنا قفلت اليونت دي. بعدها حسيت إحساس غريب تماما. أول يونت أقفلها في برج خليفة كانت بالنسبة لي حاجة جميلة، حاجة أسعدتني جدا. حسيت إن أنا جزء من الكيان العظيم دوت. برج خليفة أقوى وأعظم وأطول وأكبر مبنى عمله الإنسان على وجه الأرض. وبعدها حسيت إن بجد أنا أنتمي للبلد دي وحسيت إن أنا منها. بجد كان ده أكتر حاجة أسعدتني من يوم ما اشتغلت في مجال العقارات.